طبعا جايه لكم بصوا والدنيا والعه على الانستجرام وعلى المنتدى. وما اقولكوش ده ينزل ستوري، حمدي ينزل الستوري، محمد يرد عليه بستوري، الحاجه ما تسكتش تنزل بمنتدى تاني جديد. يعني الدنيا والعه والعه على الاخر. هنتكلم في حاجات كتيرة النهاردة في الفيديو دوت. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا؟ نخش بقى كده على طول على الستوري اللي منزلها حمدي دي، بيقول والله والله والله، بصوا كم والله، واقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ورب العرش الكريم والمصحف والانجيل والتوراة. بصوا حمدي بيحلف قد ايه اهو. انا لسه ما عملتش حاجة لحد دلوقتي، لاني لو عملت مش هيبقى في مجال للاصلاح. شايفين يعني حمدي كل دوت ايه في مرحلة التسخين، ما عملش اي حاجة، بس يعني ايه زي قرصة ودن كده لمحمد. وبعدين حمدي يعني مصمم على رأيه وعلى كلامه، ان هو بيقوله كل حاجة فعلا صدق بيقولها عند محمد. فبجد يا جماعة هم حيرونا والله باللي هم بيعملوه، مش عارفين نصدق مين ولا نكذب مين. نروح عند دوت يعني مستميت كده في الكلام وعايزنا نصدق الكلام اللي هو بيقوله. نروحوا عند دوت برضو نفس الحكاية، مصمم كده هوت بالكلام اللي هو بيقوله وان هو صح. فتحس ان هما بجد حيرونا معاهم، والله مش عارفين اخرتها ديت ايه. ده مسلسل على رأي التعليقات اللي جاية، ده مسلسل هندي ومش عارفين اخرته ايه. هيخلص ولا مش هيخلص ولا مطول معانا 15 حلقة؟ لا هو مش 15، ده هو شهر بقى كده 30 حلقة. بص برضو حمدي كاتب ايه تاني، هقولك على راحتك لو عجبك دور الملاك انا كمان عاجبني دور الشيطان، وكده كده الكل خسران. في الاخر في اخر الفيلم هتكون خسرت اللي مستحيل يتعوض. ما انا كنت بساعدك لغاية ما وقفتك على رجليك، انت برضو هتبقى السبب في اني اللي انا برضو اوقعك، يعني او ابقى سبب ايه في وقوعك. يعني بجد يا حمدي يعني زي ما وقف محمد على رجله هو اللي قادر برضو. حمدي عنده حاجات كتيرة عشان تبقوا عارفين، حمدي يعني بيتكلم في كلام ان هو مالي ايده من الكلام اللي هو عنده. حمدي مش هيتكلم كده وخلاص يا جماعة. فبجد احنا مش عارفين ايه بقى اخرة الكلام دوت ايه. كل واحد مصمم على رأيه ومش عارفين، بس في الاخر الفيلم هتكون خسرت اللي مستحيل يتعوض. وزي ما انا كنت بساعدك لغاية ما وقفتك على رجليك، انت هتبقى السبب في اني برضو اوقعك. يعني شايفين بجد حمدي هو اللي بيقول لمحمد الكلام دوت. حمدي عمال يطلع كل شوية بستوريهات، ومحمد يطلع كل شوية برضو بستوريهات، بيردوا على بعضيهم في الكلام اللي انتوا شايفينه. كل واحد واثق من الكلام اللي هو بيقوله. يعني بجد والله مش عارفين اخرتها ايه. اهو بيقول له مستحيل يتعوض اللي هو اللي هتخسره يعني. ما انا كنت بساعدك لغاية ما وقفتك على رجليك، انت هتبقى السبب في اني يعني ايه السبب في معاقبتك على غبائك مع اهلك ومعاك لاخر الزمان، وعيالي واحفادي هيكملوا بعدي. يعني ايه الحاجة القوية بجد اللي زعلت محمد منهم قوي 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 كده، لدرجة ان حمدي مش هيسيبه حتى عياله واحفاده هيفضلوا برضو يحاربوا محمد. يعني تتخيلوا كده هوت معايا بجد محمد عمل ايه، زعلهم كلهم كده وخلاهم يقلبوا عليه. لدرجة حمدي يعني كان هو ومحمد اعتبر اقرب اتنين لبعضيهم. واما نزل عنده وكان حمدي عامل له توكيل وكان واثق فيه لدرجة بجد والله. عايزين يعني احنا فعلا عايزين نعرف اخرة اللي هم بيعملوه دوت ايه، وايه الحاجة القوية اللي خلتهم كلهم كده فعلا يقلبوا على محمد. القلبة دي قلبة كبيرة كبيرة. يعني محمد عمل ايه؟ مش حتة معايرة اخوه بالخلفة والكلام ده كله، لا لا، يعني حاسة اللي هي الحاجة اكبر من كده. طب زعلين على قناة حوارات اللي هو اخدها منهم؟ طب ما كانوا الاول كلهم شغالين فيها. يعني مش عارفة هو برضو ما اخدهاش لوحده، ما القناة كانت بينه وبين حسن. طب اما سابوا القناة ولا هو بقى بيشتغل عليها ولا حسن بيشتغل عليها، وقالوا هيسيبوها للحاجة والحاج، برضو رجع اخدها من الحاجة، والحاجة برضو زعلانة بسبب كده ان هو اخد القناة منها.
الحاجة منزلة بجد منتدى هتشوفوه غير المنتدى التاني اللي انا كلمتكم عليه. حمدي برضو كاتب ايه: خليك ماشي ورا الكومنتات اللي بتقولك كمل واحنا في ظهرك لغاية ما تاخد على قفاك، ومش هينفعك حد ساعتها وانا معاك لاخر الزمان. يعني حمدي عمال يقول له خليك بقى اللي عمالين يشجعوك، خليك بقى ماشي وراهم، وفي الاخر هتقع ومحدش هي ايه هيساعدك ولا هيسأل فيك. يعني عمال يقول له يعني زي ما يكون بينصحه ما تركبش دماغك، ما تسمعش الكلام حد، دولت عايزين يوقعوك. يعني بمعنى الاصح ما تسمعش كلام الاء، ما تسمعش كلام اهل مراتك، اهل نسايبك. هم دولت اللي هم بيكلموا محمد، او المتابعين مثلا اللي هم بيخشوا يكتبوا كومنت لمحمد ويقولوا له احنا في ظهرك، احنا بنحبك، انت طيب، انت معرفش ايه الكلام ده كله. والله يا جماعة احنا ولا عايزين دولت يسمعوا للمتابعين، ولا دولت يسمعوا للمتابعين، ولا لنسايبهم، ولا لغيره. احنا عايزينهم يتصالحوا اصلا. ومش هينفع المهزلة دي بجد تبقى مستمرة كده هوت بينهم، الا بقى لو المقلب دوت عاملينه هم في المتابعين. يعني بجد كهم كعيلة مش فاهمة ازاي محدش قادر يوقفهم عن الكلام اللي هم عمالين يطلعوا كل شوية يقولوه على بعضيهم ده. دوت مسك حاجة قوية على دوت، ودوت مسك حاجة قوية على دوت، وحمدي مش ساكت ومحمد مش ساكت برضو بيرد عليه. حمدي برضو بيقول ايه: اشتركوا في قناة ام محمود عشان قناتها حوارات اتسرقت من عصابة خطيرة وفظيعة وشريرة ومخيفة. طبعا دوت كلام حمدي. وطبعا كان بيقول لها انا هعوضك وعن اللي اتاخد منك والكلام ده كله. طبعا ما شاء الله ما شاء الله، احنا شايفين القناة بتاعتها بقت كبرت يعني في يوم وليلة ما شاء الله. طالما حمدي هو اللي مسكها لها، اكيد القناة كبرت وبقت الربح كله طبعا هيروح ليها بقى، ولا قناة حوارات حسن ياخد منها حاجة، ولا محمد ياخد منها حاجة. لا، دي قناتها وهي اللي هتبقى حرة فيها. بص برضو كاتب ايه: نفسي اعرف شفيقة شفيق جلال ماسك ايه على أمونة عشان يهددها بالطريقة دي. كل دي ستوريهات والله بجد الواحد مش عارف يزعل ولا يضحك، لانهم بيجيبوا ستوريهات مش فاهمة منين. يعني هما طول النهار كده ماسكين التليفون وعمالين يدوروا على الاستوريهات دي وينزلوها لبعضهم. انا عارف الاسباب. حمدي بقى هو اللي بيقول لمحمد انا عارف الاسباب ولسه ما اتكلمتش، بس انت عارف اني مش بتاع كلام، الباب مفتوح وبراحتك، خليك باصص تحت رجليك. يعني هو برضو لغاية دلوقتي بيدي فرصة لمحمد ان هو يتراجع عن اللي هو فيه ويرجع، وسايب له الباب مفتوح يعني ما اتقفلش زي ما بيقولوا. يعني ايه، في نية الصلح موجودة، لو انت تراجعت على اللي انت فيه وتصالحنا خلاص، مش هنقول حاجة ولا هنتكلم ولا هنجيبه سيرة اي حاجة. هو دوت معنى الكلام اللي هو برضو حمدي بيقوله. ومنزل له برضو ستوري تاني، احنا برضو لسه مستنيين اهو التاريخ بتاع 15/6، باقي 39 يوم على الحفلة. بس في حفلة اهم بكرة عند ام محمود حصري. طبعا بكرة الحاجة ام محمود ربنا يستر بقى كده هوت، وما تطلعش تفضح كل المستخبي على محمد. شوفوها بقى بكرة. يعني يا جماعة حضروا بقى كده القهوة بتاعتكم والشاي من دلوقتي، عشان خاطر بكرة بقى احنا دماغنا هتصدع طول النهار من الاستوريهات اللي هتنزل بقى، والكلام اللي احنا هنبقى فاهمينه ومش فاهمينه ومش عارفين ايه اللي هيحصل. طبعا هتتكلم بقى وشكلها هتقول بقى ايه الحكاوي كلها. بيقول له كمل، وانت عارف انا نفسي اطول من حياتكم لغاية لما تصلح غلطك او تبين حتى انك ندمان. وزي ما قلت في البداية ما تاخدش كلامي تحدي ليك، وانت عارف اني مش عايز حاجة منك، بس لو فضلت كده هتتفشخ اكتر اكتر. حتى لو هتخسر حياتي، حتى لو هخسر حياتي عشان خاطر امك وابوك واخوك، وانت عارفني اكتر واحد، خليك باصص تحت. يعني حمدي بص بيها ايه، جابها له كده بصريح العبارة، يعني زي بيكون انت عارفني او انت مش قدي او مش قد اللي عندي او اللي انا هعمله او اللي انا هقوله. انتوا عارفين حمدي بقى اما بيصمم على حاجة حمدي عندي، واللي في دماغه بيعمله. خليك وانت برضه حر يا علاء، وسلم لي على ميرفت. ملحوظة، ما اقصدش ميرفت خطيبتك، عشان انت غبي وممكن تفهم غلط، لاني لو نفذت معاك اللي في دماغي انت مش هتستحمل، واللي معاك هيبيعوك ويرموك للكلاب.
طبعا اللي معاك قصده على آلاء يعني واهلها، هم دولت. طبعا محمد ما سكتش، بيرد ايه على الناس، وبيقول طبعا على المنتديات اللي هي الحاجة بتنزلها، بيقول لهم معلومة: امي مش بتعرف تقرا وتكتب، ومش هي اللي بتكتب، مش هي اللي بتكتب، امي للأسف مستغلة. طبعا محمد لازم يرد على حمدي ويبرر كل المنتديات ان الحاجة بتنزلها مش هي اللي بتكتب وبتعرف. ما احنا عارفين الكلام دوت، الحاجة يعني من طريقة كلامها واسلوبها وكده هو عارفين ان هي ما بتعرفش تقرا وتكتب، فاكيد حمدي هو اللي بيكتب لها الكلام دوت. يعني بس هو برضو حب يوضح المعلومة ديت لل... للناس، يعرفهم ان الحاجة ما بتعرفش تكتب، هو حمدي هو اللي بيكتب لها الكلام دوت. والله احنا بجد زعلانين وحزنانين من قلبنا على الكلام دوت اللي ما كناش نحبه نسمعوه عنكو ابدا ابدا. وانا مش، محمد بقى بيقول وانا مش زعلان منها في اي كلمة قالتها لانها طيبة، وعلشان كده عرف يضحك عليها. طبعا محمد هو اللي بيقول الكلام دوت، يعني برضو رغم ان امه بتعمل كل دوت بس برضو هو مش زعلان منها، لاني برضو في الاخر والاول امه. واحنا والله بنقول لك يا محمد يعني حاول ترضيها وتلم الليلة دي وتخليك انت الاكبر وانت الاعقل، وتلم الليلة دي كلها عشان ما فيش مثلا كلام يكتر اكتر من كده هوت. والله اصلك انت في الاول وفي الاخر دلوقتي او بعدين هتصالحها، هي كده 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 امك يعني، وهتصالحها غلطانه مش غلطانه هتصالحها. طبعا محمد منزل صور ام زياد، عيال ام زياد نيره وزياد ويوسف وريماس معاه، وعايزه اقول لكم كده من الواضح ان هم زعلانين على خالهم محمد، وان هم مع محمد في كل حاجه ومش مغلطينه في حاجه. بدليل ان زياد برضو اخد الصورة ديت منزلها عنده، ونيرة برضو اخذ الصورة ديت منزلها عندها، يعني مشيرين الصورة ديت كلهم عند بعضيهم وبيقولوا دول حبايب قلبي. هو طبعا احنا عارفين ان محمد وزياد كانوا قريبين، ومحمد بالذات كان قريب اكتر من عياله من زياد، وحتى عياله من زياد هيبقوا جماعة حيرانين كمان في الوسط، لان محمد كان بيوجههم المدارس وبيجيب لهم كل حاجة، كان هو اكتر واحد بصراحة مهتم بيهم في قبل ما يتجوز وقبل كل حاجة. محمد برضو كاتب: اسكت بقى يا حمودي انت وفوفا، علشان والله بقيتوا طريقة الناس كلها. وانا مجهز لك مفاجأة بس لما العصابة توصل، وهكشف الاحضان المزيفة، بس تصبر. وعامل ايه بايده علامة ايه بس تصبر. قول لها بس تاخد معاها في الطيارة حاجة للصداع، طبعا قصده على نهال. ومستني العصابة ديت، العصابة قصده على حسن ونهال. طبعا كده احنا اتأكدنا ان حسن ونهال هيسافروا تركيا عند حمدي ووفاء عشان يحضروا اسبوع مسك. عشان كده طبعا حمدي مأجل الاسبوع كل دوت مستني اما حسن ونهال يجوا عندهم ويعملوا السبوع ويكتملوا. طبعا هو محمد عارف الكلام دوت كله، وربنا يستر بقى. شوفوا بقى ماسك عليهم برضو ايه، على نهال ولا على حسن؟ شوفوا كانوا بيتكلموا بقى ايه بينهم وبين بعضيهم. دي بقى اكتر حاجة بجد تزعل وتخلينا مقهورين والله عليهم بجد، بعد ما كانوا كويسين مع بعض يبقى في الاخوات ماسكين سكرينات بقى وتسجيلات صوتية على بعضيهم. ده بجد يعني السوشيال ميديا ديت بجد بجد هتوقع الناس في بعضيها وهتخرب بيوت كتير وهتزعل الاهل من بعض. يعني انا لو دلوقتي زعلانه من حد واتكلمت كلمه كده ولا كلمه كده مع اختي، يجي يا اختي التانية ولا اخويا التاني يقول لها لا بعد ما نتصالحوا بقى، لا شوفي بقى دي كانت بتتكلم عليكي بتقول ايه، دي ما بتحبكيش، دي كاني وماني طب ما كلمتين اكيد اتقالوا وقت زعل يا جماعه. اروح انا مسجلاهم لاخويا ولا لاختي، وفي الاخر راح جايه بقى ما ازعل معاها، اروح انا جايه بقى مطلعه لها الكلام ده كله. يعني بجد والله مش منطق بجد كده هوت مش عارفين والله مين اللي غلطان، وكله بقى عمال يخبط في كله، وكل واحد بيتوعد للتاني ان هو هيفضحه، وان هو ماسك عليه تسجيلات، وان هو ماسك عليه سيديهات والدنيا بقت خربانة بجد خالص ما بينهم. ما بقاش نافع خالص والله الكلام اللي هم بجد بيقولوه دوت. لا ده وكمان بقى استنوا لسه بقى، لسه بقى المنتدى اللي الحاجة سعدية بقى نزلت بيه طبعا، لقت محمد والناس كلها مش مصدقين حتة ان محمد يسرق الذهب والكلام ده كله. فراح جاي محمد برضو بقى ايه، اما نزل طبعا الصور وعمل عليها دايره اللي انا كنت منزلها لكم قبل كده، وبيوريكم الصور بتاعه الذهب بتاعه الحاجه.
طبعا الحاجة ما سكتتش، الحاجة راحت جاية وطالعة عاملة منتدى وبتتكلم وبتقول ان الذهب صيني، اللي انا لابساه دوت مش ذهب اصلي، انا جبته علشان خاطر محمد، محدش يعرف يعني اللي محمد اخد مني الذهب، ولابساه كده في ايديها. فبجد والله احنا زعلانين ان هي بتتكلم الكلام دوت، ومحمد برضو بيتكلم الكلام دوت، مش عارفين اخرتها ايه. طبعا دوت بقية السكرين اللي هو كان محمد، بقية الستوري يعني اللي كان محمد منزلها عنده على الانستجرام. والله ربنا يصلح لهم الحال يا جماعة. بجد لحسن الموضوع طول قوي، احنا قلنا كبرهم كل واحد خلاص كده هوت يعني، وخلاص كلمتين وخلاص والدنيا هتهدى والامور هتهدى وهيتصالحوا وخلاص، بس الواضح كده ان الموضوع فعلا كبير، وكلهم شايلين من بعضيهم، ومن زمان مش من دلوقتي. وهي بص الحاجة بتقول ايه: انا حزينة ان ابني اهم حاجة عنده انه يطلع قدام المتابعين بريء، وانا مش فارقة معاه، وبيكذبني في الذهب، وهو اكبر كذاب ممكن تعرفوه. الذهب اللي بيقول انه كان معايا ده اقسم بالله ذهب صيني، وكنت لابساه عشان محدش يعرف، ولما لونه اتغير قلعته وكنت هجيب غيره، بس هو بيحب الكذب وفاكر انه كده بيكسب، بس عمرك ما هتكسب وعمري ما هسامحك، وقلبي وربي غضبانين عليك يا محمد، وحسب الله ونعم الوكيل، واكذب كمان. بص والله يعني الواحد زعلان ان الحاجة والله بجد بتقول الكلام دوت على محمد بالذات، لانه كان اكتر واحد عايش معاها، واكتر واحد هي كانت بتحبه، واعمل يا محمد وسوي يا محمد. فبجد والله زعلانين ان حصل ما بينهم كل الكلام دوت. معقولة يا جماعة بجد يعني؟ محمد بيكذب الموضوع، والحاجة برضو طلعت تكذب كلام محمد. معقولة يكون فعلا محمد أخد الذهب بتاعها وبيعه، وهي جابت ذهب صيني؟ طب انت من الأول يا حاجة عطيتيهوله ليه؟ عطيتيله الذهب بتاعك ليه؟ ما مش عارفين. بصوا وكده مضطرة اني اكمل واكشف ابني للأسف لكل الناس، اللي ابني وهتعرفوا حقيقته، اللي للأسف انا كنت بكذب عليكم، وهفضل عندي امل ان ربنا يهديه ويتفك السحر عنه. طبعا الحاجة ايه كاتبة الكلام دوت؟ اه، وكانت بتقول له هتكذب على ربنا وكمان ولا هتروح منه فين، ومعايرتك لاخوك انت واللي معاك يقعد لك، وهتندم على كل اللي وصلت له. وحسبنا الله ونعم الوكيل. كده مضطرة اني اكمل كشف ابني للأسف. يعني بصوا مش عارفين والله، هي لا هو الحكاية مش حتة معايرة حسن، يعني هما مش كلهم لا هو في مواضيع متراكمة يا جماعة ما بينهم، وده جه مع ده وجه مع دوت، فالدنيا بقى اتقلبت. فمش عارفين والله. طبعا احنا شايفين الذهب في ايد الحاجة، بس طبعا احنا مش شايفينه قدام مننا. هو اكيد طبعا الذهب الصيني بيبان والذهب الاصلي بيبان، بس طبعا في الصورة ما بتبقاش برضو موضحة قوي، اهو دهب ولونه اصفر وكده، غير طبعا لما بنشوفوه على الحقيقة. اما بتشوفي طبعا دهب على الحقيقة طبعا اكيد شكله بيبقى باين. فهي الحاجة هو دوت اللي بتقول انا كنت لابساه في ايدي، ممكن تكون جايبة نفس الغوايش ونفس الاسورة اللي كان حمدي جايبها لها زي بتاعة وفاء، فممكن تكون جايبة نفس الشكل عشان محدش يقول لها فين دهبك. الله أعلم بجد في الحقيقة فين، وكل واحد مصمم على رأيه، ومحدش عايز يتراجع ولا حد عايز يطلع نفسه غلطان، كل واحد مصمم على رأيه زي ما انتوا شايفين كده. فبجد يا جماعة ادعوا لهم بصلاح الحال، وربنا يصلح ما بينهم بجد، ويعني المواضيع ما توصلش لأكتر من كده. ومش عارفين والله. يعني في نهاية الفيديو والله يا جماعة أنا بجد حزينة على اللي حاصل لعيلة الحاج جابر. ما كناش نتوقع خالص أبدا في يوم من الأيام إن هم يطلعوا يردوا كده على بعضهم في ستوريهات. يعني عمرهم ما ردوا على حد غريب كان بيتكلم عليهم، لا ده يعني كانوا بيكبروا دماغهم وبيسمعوا أكتر من كده. امال دلوقتي سبحان الله بقى هما الاتنين هما اللي بيطلعوا يتكلموا ويقولوا. يلا ربنا يصلح الحال. ودوت الفيديو بتاعنا النهارده حبايبي، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. ما تنسوش طبعا احلى كومنت واحلى لايك من احلى اخوات، وطبعا دعوه حلوه كده من قلبكم بصلاح الحال ليا وليكم. وهتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه، سلام.
مع السلامة.